السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ونصايح الجولة الثالثة من فانتزي الدوري الإنجليزي. عملت إيه في الجولة الأولى والجولة الثانية يا صديقي؟ اكتب لي في الكومنتات أنت جبت كام نقطة في الجولة الأولى وجبت كام نقطة في الجولة الثانية، وراضي على النقط اللي أنت جبتها في الجولتين ولا لا. أنا بصور الحلقة دي يوم الاثنين الساعة 9 وربع، يعني قبل ساعة إلا ربع من الماتش الأخير في الجولة ما بين كريستال بالاس وأرسنال، وتشكيلة أرسنال نزلت وللأسف والتاني ماتش على التوالي جابريال دكة. فبيع يا معلم، ما اقدرش اقول لك حاجة، الراجل ماتشين على التوالي مش موجود في التشكيل الأساسية. أرتيتا النهارده بيلعب بتومياسو أساسي، تصرف غريب جدا من أرتيتا، أنا بصراحة مش قادر أفهمه. فلو عندك جابرييل وعايز تبيعه بيعه خلاص، لأن بصراحة كده كتير. واحد من ركائز الفريق السنة اللي فاتت بيلعب كل الماتشات ال90 دقيقة، فجأة بيتحول لاحتياطي في أول ماتشين في الموسم الجديد. تصرف غريب جدا من ارتيتا، في بقى مشاكل شخصيه معاه بصراحه انا مش عارف. بس لو عندك جابرييل وعايز تبيعه بيعه، مفيش اي مشكله خالص. عندك بدائل كتير، عندك كاش، عندك ديني، عندك تشيلويل من تشيلسي، في بدائل كتير جدا تقدر تعوض بيها جابرييل. عايز اكد عليك ان العبد لله اللي قاعد قدامك ده بيقدم لك النصايح دي بناء على فرجته على الماتشات، لا بيعتمد على احصائيات ولا بيعتمد على حد بيقدم محتوى ولا بيعتمد على بيدجات ولا بيعتمد على اي حاجه من دي. انا بتفرج على الماتشات وباجي اقول لك اللي انا شايفه في الحلقات. بعد ما بتفرج على الماتشات واروح ابص على الاحصائيات والاقيها مأكده اللي انا شفته في الماتشات، باجي هنا واقول لك المعلومه وانا ضميري مرتاح جدا، لان الاحصائيه اكدت الحاجه اللي انا شفتها في الماتش. طب انا شفت ايه في الجوله اللي فاتت دي؟ فانا شفت ملحوظتين، ملحوظه خاصه بنادي استون فيلا وملحوظه خاصه بنادي برايتون. وخلينا نبدا بالملحوظه الخاصه بنادي استون فيلا. نادي استون فيلا من ساعه ما تعاقدوا مع اوناي ايمري السنه اللي فاتت هم بيلعبوا كره هجوميه. الباكات بتوع استون فيلا خطيرين جدا، سواء ماتي كاش او لوكاس ديني. بس اللي لاحظته في الماتش اللي فات ان اوناي ايمري مع استون فيلا كان مثبت ماتي كاش ومخلي لوكاس ديني هو اللي بيطير. كان مثبت ماتي كاش في الدفاع ولوكاس ديني كان هو اللي بيطير. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ان العرضيات بتاعت لوكاس ديني دقيقة جدا. هل معنى كده ان ماتي كاش مش هيكون خطير في الماتشات اللي جاية او مش هيتقدم في الماتشات اللي جاية؟ لا، هيتقدم في الماتشات اللي جاية. انا بقول لك اللي انا شفته في الماتش اللي فات. انا شفت ان اوناي ايمري مثبت كاش في الدفاع ومخلي لوكاس ديني هو اللي طاير. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية العرضيات بتاعت لوكاس ديني أولا كتيرة، بيعمل عرضيات كتير جدا والعرضيات دي دقيقة جدا. فأنا شايف إن أنا لو هفاضل في الوقت الحالي ما بين لوكاس ديني وماتي كاش فأنا هفضل لوكاس ديني. الملحوظة الثانية في نادي أستون فيلا إن هم بعد الماتش اللي جاي على طول ده عندهم ماتشات في تصفيات الدوري الأوروبي، فخلي بالك من حتة الروتيشن. طيب بالنسبه للملحوظه الخاصه بنادي برايتون، فانا شايف ان الجبهه اللي فيها استوبينيان وميتوما واحده من اخطر الجبهات اللي موجوده في البريمير ليج السنه دي. جبهه هتشكل خطوره على اي دفاع في الدوري الانجليزي السنه دي بوجود استوبينيان وميتوما مع بعض. واعتقد ان فرق الدوري الانجليزي اللي هتلاعب برايتون السنه دي هتعمل حساب للجبهه دي، وهيبقى في كثافه عدديه دفاعيه في الجبهه دي من الانديه اللي بتواجه برايتون عشان تواجه خطر الاثنين دول. ده طبعا هيصب في مصلحة مين؟ هيصب في مصلحة سولي مارش في الجبهة التانية، وهيخلق له مساحات تسمح له انه يسجل اهداف اكتر. وبالتالي سولي مارش في الجبهة اليمين هيستفيد بشكل كبير جدا من الخطر اللي بيشكله متوما واستوبينيان في الجبهة الشمال. وشفنا ده طبعا حصل في الجولة الاولى وفي الجولة التانية. قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان كل لاعبي برايتون في الهجوم معرضة للروتيشن، ودينا شفنا كلنا في الجولة التانية جواو بيدرو ما لعبش الماتش، وده طبيعي جدا ووارد جدا مع كل لاعبي برايتون في الهجوم. بس انا هنا بقول لك على ملحوظه انا ملاحظها سواء في الماتش الاول او في الماتش الثاني. شايف ان في لعب بيتجمع على الجبهه اللي فيها استوبينيان وميتوما، وفجاه بيتغير اللعب على الناحيه الثانيه على سولي مارش اللي فاضي. طبعا مارش هنا بيشكل خطوره، بيسجل اهداف، وطبعا كلنا شفنا ده في الجوله الاولى وفي الجوله التانية. ناس كتير في الجولة اللي فاتت اختارت ترنر ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي على حساب اونانا او على حساب اي حارس تاني. وبالمناسبة انا كنت شايفه اختيار منطقي جدا، فما تزعلش ان الكلين شيت راح. فريق كان بيلاعب شيفيلد يونايتد اللي كانت فعاليته الهجومية ضعيفة جدا، وشيفيلد يونايتد في الماتش كله راح بكرة واحدة وترنر شالها، والكرة التانية هي اللي سددها هامر دي، ولو اتعادت مليون مرة عمرها ما هتروح في الشبكة بالشكل اللي راحت بيه ده. فما تزعلش خالص ان انت اخترت ترنر ان هو يكون الحارس الاساسي بتاعك. وكده كده اونانا اللي كان المفروض الاحتياطي بتاعه برضه محققش كلين شيت قصاد توتنهام ودخل في مرماه هدفين. طيب خلينا نشوف مع بعض مين الفرق اللي عندها ماتشات سهله في الجولات اللي جايه. بص يا سيدي، في 3 فرق عندهم ماتشات سهله في الجولات اللي جايه. مانشستر سيتي عنده شيفيلد، فولهام، ويست هام، نوتنجهام، وولفرهامبتون. تشيلسي عنده لوتون ونوتنجهام وبورنموث. توتنهام عنده بورنموث وبيرلي
وشيفيلد. انا شايف ان مانشستر سيتي لازم يكون عندك 3 لعيبه منهم الفتره اللي جايه، لان عندهم 5 ماتشات في المتناول. اعتقد ان هم في ال5 ماتشات دول هيحققوا كلين شيت على الاقل في 3 ماتشات منهم. فانت لو مش ضامن حد في الدفاع انه يلعب اساسي، انت ممكن تجيب حارس المرمى إيدرسون، تبقى على الاقل ضمنت 3 كلين شيت من اصل 5 ماتشات. اعتقد ان دي اقل حاجه ممكن يحققها السيتي، لان انا شايف ان الماتشات كلها ال5 ماتشات في المتناول. بالنسبه للهجوم طبعا فرص فيل فودن وخوليو الفاريز زادت بعد اصابه دي بروين، بعد خروج رياض محرز، بعد خروج الكاي جندوجان. ففرصه فيل فودن وخوليو الفاريز ان هم يلعبوا بشكل اساسي زادت بنسبه كبيره. طبعا خروج 3 لعيبه كانوا من القوام الاساسي للفرقه، فده هيقلل شويه من خطر الروتيشن اللي بيعمله جوارديولا معانا. فانت يا معلم انا شايف ان الفتره الجايه لازم يكون عندك 3 لعيبه من السيتي. هتجيب إيدرسون في حراسه المرمى، هالاند طبعا معانا كلنا، وهتجيب واحد من فيل فودن او خوليو الفاريز. طيب بالنسبه لتشيلسي فانا شايف ان انت تجيب جاكسون يا صاحبي. والله الواد ده هيقول قريب جدا، الواد بيتحرك كويس، بيوصل للجون كتير، خلق اكتر من 5 فرص محققه في الماتشين اللي فاتوا، الاكس جي بتاعه عالي جدا. فانا شايف وعلى مسؤوليتي الشخصيه ان جاكسون هيقول في الماتشات اللي جايه، وخصوصا مع الماتشات الكويسه لتشيلسي. عنده لوتن هوم الماتش اللي جاي، ثم نوتنجهام فورست، ثم بورنموث. اعتقد ان هي ماتشات في المتناول بالنسبه لتشيلسي. وركز مع برايتون يا صديقي، الفريق ضرب لوتون ب4، ضرب ويلفرهامبتون ب4، وهم الاعلى حاجه في كل حاجه في الدوري الانجليزي. اكتر فريق عامل تسديدات، اكتر فريق خلق فرص محققه. فانا شايف ان برايتون السنه دي مع ديزيربي بيلعب في المراكز الاربعه الاولى والتاهل لدوري ابطال اوروبا. طيب بالنسبه لخيارات الكابتنه فانا شايف ان الخيار الاول للكابتنه هو هالاند ضد شيفيلد يونايتد، الخيار الثاني هو ساكا ضد فولهام، الخيار الثالث هو جاكسون ضد لوتون. طبعا ساكا وجاكسون بيلعبوا الماتشين في ارضهم ضد فولهام ولوتون، وهالاند بيلعب ضد شيفيلد بره ارضه، بس مش هتفرق كتير بره ارضه من جوه ارضه. شيفيلد فريق مهلهل جدا زيه زي نادي لوتون. انا شايف ان الفرقتين دول هياخدوا بعضهم على الشامبيونشيب بدري بدري، فدول هم افضل 3 خيارات للكابتنه في الجوله اللي جايه. وبس كده انا خلصت كل اللي عندي في الحلقه دي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديده اول باول، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.